مساء الخير ومساء الجمال على عيون متابعيني الحلوين، يا رب دايما كده تبقوا بخير. فيديو جديد النهارده كده، وصفة جديدة يا جماعة. بعيد بقى عن ايه، خلاص بقى اخر الشهر والدنيا مقشفرة معانا والميزانية كده خرمت خلاص والدنيا باظت. وبعيد عن الاكلات التقليدية، هي حلوة قوي على فكرة، عايزة اقولكوا طعمها تحفة بجد جميلة. هي مش مسقعة، هي بطاطس بتحبيشة كده عارفين كده في اكلة اسمها الشطيطة. الشطيطة دي بتتعمل بفلفل حامي وتوم وطماطم، بس بجد يعني للناس يعني اللي بتحب الاكل الحرش تحفة جدا. تعالوا بس نبتدي كده وبعدين ندردش بقى في الاكلة اخبارها ايه واحنا شغالين. بس قبل ما نبتدي وقبل ما ندردش، ما تنسوش اللايك يا جماعة، اللايك اللي بيرفع الفيديو، وانا لما بطلب اللايك محدش بيحط لايك. بس يعني اتمنى اللايكات ترفعوها وتحطوا لايك وانتوا بتسمعوا لو الفيديو عجبكم. بصوا بقى، الاول جبت بطاطس تمام، وهبتدي قشرتها وغسلتها تمام وقطعتها، طبعا قطعيها تخين شويه تمام، وهنقعها في حبه ميه كده بشويه خل. البطاطس اللي موجوده في السوق كلها البطاطس الجديده، هي مش باين لها هي بطاطس تحمير ولا بطاطس طبيخ، فمش احسن حاجه. يعني لو تعرفي خضرواتي تعرفي تجيبي منه بطاطس تحمير هتبقى حلوه قوي. ما عرفتيش إيه اللي في السوق هيقضي الغرض، مفيش مشكله، احنا يعني ايه، هيمشي الحال بيها، مش وحشه يعني، مش هتقولك لا، بس هي مش احسن حاجه في التحمير يعني. تمام، يبقى غسلناها ونقعناها في شويه ميه بخل، ميه ساقعه بخل، مش ميه سخنه، ميه ساقعه بخل. تمام، انا بالنسبه لي ممكن تحمريها عادي في الطاسه بزيت او تعمليها في الاير فراير، انا هعملها في الاير فراير. تمام، بعد ما غسلتها ونقعتها بخل نشفتها كويس جدا، وجبت حبه زيت كده، معلقتين 3 زيت. طبعا اللي بيستعمل اير فراير يا جماعه عارف انه لازم تحطي فيها زيت، ما ينفعش تحطيها من غير زيت خالص يعني، بس نسبه الزيت بتبقى قليله. حطيت معلقتين 3 زيت وقلبتهم كده مع البطاطس، وابتدي ادخلها الاير فراير وهسويها. طبعا انا رافعه درجه الحراره وهحط على 10 دقايق، وفي النص ممكن تقلبي على فكره، يعني في النص وانتي شغاله مفيش مشكله ان انتي تفتحي الاير فراير وتديها تقليبه، هيمشي الحال، بس عشان ايه، اللي حمر ينزل تحت واللي ما اتحمرش يطلع فوق، وتظبطي الدنيا بعد ما حمرناها بقى في الاير فراير. تمام، لغايه كده دي بطاطس عاديه مفيهاش اي مشكله. هنيجي بقى للخطوة اللي هتفرق في طعم البطاطس، هي مش مسقعة، هي بصوا حاجة سهلة كده وسريعة وطعمها بجد تحفة جدا. هاجي بقى في طاسة كده على النار، احط فيها فصين توم، وهحط معاها معلقتين 3 زيت. على فكرة تقدري تستخدمي زيت زيتون، هيبقى طعمها تحفة بزيت الزيتون، هيبقى طعمها حلو قوي. تمام، هبتدي اشوح بقى التوم كده مع مع الزيت لغاية لما ياخد لون. تقدري تعملي القصة دي بالشطيطة. الشطيطة بتتعمل دي بس، يعني الحبة دول بس بيتعمل فصين توم، 3 فصين 3 توم كده، وبتشوحوا في زيت، وانتي بتشوحيهم بتنزلي معاهم بفلفل احمر واخضر حامي. طبعا ده للناس اللي معدتها بقى حديد يعني وبتستحمل الحامي وصحتها مساعداها، هتاكل بقى وهتنبسط يعني. وهتنزلي بحبة فلفل حامي محترمين بتاع نص كيلو كده، احمر على اخضر حامي، وتشوحي بقى التوم والفلفل كده مع بعض، وتشي بخل، وتنزلي بعد كده بطماطميتين متقطعين كيوبس كده، او يعني كارو او مربعات يعني. تمام، وهتبتدي بقى تسيبيها لما تتسبك وتاكلي بقى بالهنا والشفا، عايزه اقول لكم بيبقى طعمها تحفه. تمام، هنا انا بعد ما التوم اتحمر نزلت بمعلقتين 3 خل كده محترمين، بس عشان يدوها مزازه، يعني عايزه الموضوع يبقى لطيف. حبه كزبره مطحونه، حبه ملح، حبه فلفل اسود. هنا عشان انا هنا مقطعه طماطميتين على فلفلتين، ده فلفل رومي عشان ما كانش عندي فلفل حامي، بس هي اصلها اصل الوصفه تتعمل بفلفل حامي. طيب انا استبدلت الفلفل الحامي بما انه ما كانش موجود، رشيت رشه شطه في الاخر. مفيش مشكله، انت هتاخدي نفس الحدقان، هو طبعا مش نفس الحرقان اقصد، مش نفس التحبيشه او التحريشه بتاعه الفلفل الحامي، بس بتدي طعم حلو قوي. غطيت عليها بس كده اتسبكت. تمام، يعني انا عايزه بس الفلفل يدبل حبه والطماطم تدبل حبه، تتسبك كده والدنيا تظبط معاها. وبعدين نزلت بقى بالبطاطس اللي انا كنت حمرتها، ما بستناش عليها، يعني انا بنزل بالبطاطس بقلب تقليبه وبطفي، مفيش حاجه تاني بعد كده. اهو انا اديت رشه الشطه بس علشان تبقى حاميه. هي بصراحه الاكلات الحرشه دي لو ما اتاكلتش حاميه ما بيبقى لهاش طعم قوي يعني، خلونا بس ايه نبقى كده. طبعا في ناس ما بتحبش الحامي، طبعا ليها يعني ليها كل الاحترام، طبعا كل واحد وذوقه في الاكل مفيش مشكله، بس خلينا نتفق انه في اكلات كده لو ما كانتش يعني متحبشه كده وحاميه، بصوا كده يعني ما بتبقاش احسن حاجه.
بس وخلصت الاكله، سهله وبسيطه وتغيير عن المعتاد. عايزه اقول لكم طعمها وريحتها تحفه تجنن. هي مش بطاطس متحمره ومش مسقعه، حاجه كده لطيفه وخفيفه وظريفه وسريعه وتحفه جدا. جربوها. تشكيل في اكلات الصيام، تشكيل في الاكل والفطار والعشاء العادي بتاعنا، تغيير عن المعتاد، بتنجدك في مصروف اخر الشهر بتاع الميزانيه بقى اللي باظت. وجربوا بقى كده الوصفه دي وقولوا لي بقى ايه الاخبار. اشوفكم بقى الفيديو الجاي. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. يلا بقى، باي باي.